دلوقتي هقول لك احلى 3 لحظات كرويه عشتهم في حياتي. في المركز الثالث بيجي لقطه التتويج بالبطوله ال11 للاهلي السنه دي قدام الوداد، وبالاضافه لنقطه ان انت بعد ما كنت خسران البطوله بترجع وتكسبها في اخر ربع ساعه برأسيه عبد المنعم وانت اصلا ما كنتش الاحسن في الماتش. رحله البطوله نفسها كانت صعبه جدا على الاهلي، دور مجموعات كانت بدايته كارثيه وبتوصل في مرحله ان لو الهلال سجل ركله جزاء انت بره البطوله، وبعد كده بترجع من بعيد جدا وبتقدم ادوار اقصائيه مغايره تماما وبتفوز باللقب. في المركز الثاني بقى لحظه تسجيل صلاح ضربه الجزاء قدام الكونغو اللي صعدتنا كاس العالم 2018، واحده من اللقطات القليله جدا اللي عيطت بسببهم في الكوره. بنتكلم في لحظات تجسدت فيها كل المشاعر اللي في الدنيا، ما بين الحزن واليأس والصدمه لما الكونغو جابت هدف التعادل، والفرحه الهستيريه لما صلاح سجل ضربه الجزاء. وبين اللقطتين دول حوالي 5 دقايق لقطه رجعت مصر تاني للمونديال بعد غياب 28 سنه من كاس العالم 90. اما بقى اللحظه الاعظم اللي ما اظنش ان انا هعيش زيها تاني كانت القضيه بتاعت قفشه في مرمى الزمالك. انا ما فرحتش كده في حياتي لا قبلها ولا بعدها.